السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ طبعا نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكل متابعينا في قناة ملعب اليوم. واضح إن الأيام اللي جاية في الأهلي مش هتعدي عادي، لأن في تطورات قوية ومفاجآت سخنة جدا في مفاوضات تجديد عقود حسين الشحات، أحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر. الملف ده شاغل جماهير الأهلي كلها، والكل مستني يعرف مين هيجدد ومين ممكن يمشي. والنهاردة جايبالكوا آخر اللي وصلنا من داخل الكواليس، معلومات مؤكدة. نبدأ بأحمد عبد القادر. الإدارة محددة اجتماع مصيري الأسبوع الجاي مع وكيله لحسم التجديد. اللاعب من أولويات النادي والقرار قرب جدا. نيجي لكوكا. حتى الآن مفيش جلسة رسمية بينه وبين الإدارة، اللي حصل مجرد كلام ودي، يعني ملف التجديد لسه ما تحركش بالشكل المتوقع. أما المفاجأة حسين الشحات، موقفه واضح وصريح، يا يستمر يا يرحل لو جاله عرض مناسب. وده عامل قلق عند الجماهير، لأن القرار فعلا في مرحلة حساسة. والأغرب إن الشحات وعبد القادر بره قائمة الأهلي أمام الجيش الملكي في مباراة العودة بالمغرب بسبب الإصابة، وده كله في توقيت شديد الحساسية بالنسبة لمستقبلهم داخل الفريق. اللي جاي أهم، والملف ممكن ينقلب في أي لحظة. تابعونا من خلال قناة ملعب اليوم. ما تنسوش اللايك والاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله.